هاي القاعة بيها إجازة رسمية للفتح لو ما بيها؟ اساسا القاعه البارحه حكونا بقضاء الحمدانيه هي متجاوز على ارض الدوله، يعني حلو. متجاوز، يعني مو بس بها اجازه، حلو. هي تجاوز اصلا. حلو. وهذا بكيفه هيك مواطن بسيط على قد حاله عنده كم فلس ويروح يتجاوز على ارض الدوله ويبني هاي القاعه، مو؟ ايش حد المواطن انت تعرف يعني الحكومه المحليه وين استاذ بس شيروان؟ القاعه، يعني اذا هذه القاعه تجاوز في هذا الحكومه المحليه بين يعني بين مشكله مشكله كبيره بين الاحزاب وبين الفصائل وبين الفصائل مع بعض المتواجدين في نينوى وتلك في يعني حقيقه معاناتنا معاناه في نينوى، يعني اليوم نتكلم عن قضاء سنجار ووجود قوات غير عراقيه ووجود ميليشيات وعدم عوده النازحين. مو هذا يقول لك اضعف يعني الايمان، اضعف الايمان حكومه محليه تطلع تصرح يابا ترى الفصائل اثنين جاي يتعاركون على الحمدانيه، ما قاسميها نصين، هذا الى هالقد وهذا الى هالقد، مدن الالعاب والقاعات الاعراس وقاعات المناسبات، هذا بين هذا الفصيل وهذا الفصل، ليش ما يحكوها؟ من حادث العبار اللي ساكته طمطم السالفه، ما عندهم قدره خلي يطلعون. شو مكلبين؟ واحد استاذ شيروان مصيبه، كل واحد من يطلع يصير جنرال محرر فلسطين. انا كذا وانا عندي رتب وانا عندي كذا، شنو الرتبه اذا انت ما عندك شجاعه؟ صح لو غلط؟ صحيح استاذ هشام، الكارثه ليس فقط في الحمدانيه، حتى في داخل محافظه نينوى، حتى اراضي محافظه نينوى، حتى توسعه محافظه نينوى، اليوم محافظه نينوى شبه اسيره ببعض المكاتب الاقتصاديه والفصائل الموجوده في محافظه نينوى. نحن لا نتكلم عن قواتنا الامنيه القانونيه الرسميه اللي موجوده في محافظه نينوى اللي ضحكت وقدمت شهداء من اجل تحرير محافظه نينوى، نتكلم عن مجاميع وفصائل وميليشيات متنفذين. انا هم ما احكي على ذول، انا هم ما جاي احكي على ذول، جاي احكي على فصائل هم اصلا يعني مشكله كبيره. هسه ما تحشي لك حشايه ويقول لك ها تعال راح ارفع عليك دعوه قضائيه لو كذا، كل هالناس تعرفها وانت ذكرتها ببدايه حديثك استاذ شيروان. بالمحصله اذا كانت هي ارض تابعه للدوله، بس قبل ما اروح الاستاذ اياد، فعلا انه يقدر مواطن بسيط يمتلكها ويبني عليها لو ما يقدر؟ اذا هذا المواطن يدعمه احد الفصائل طبعا يقدر. ثبت عندك بعض الدلائل انه تشير الى ان هذا بس البسيط ما يقدر، هذا الشخص انه يدعم احد الفصائل المتصارعه على الحمدانيه؟ احنا هذا اللي اليوم يعني يوم امس واليوم اكدوا لنا هذا الخبر، بس يعني مثل ما اذكر الجنابه كل مشكلتنا احنا مشكله في القضاء، يعني اليوم نجيب العقد او نجيب صاحب القاعه، اليوم حاليا تم القاء القبض على المدعو سمير كرومي، هو من سوف يتحمل المسؤوليه، لكن من وراء سمير كرومي سوف تعلم الجهه المتنفذه والتي هي مسؤوله عن القاعه والقاعه تعود الها.